السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة زي ما بدأنا مع بعض. النهاردة هنتكلم عن عملة تم إصدارها سنة 1964. العملة دي من النحاس، بتحمل وجه النسر في أحد وجوهها، والوجه الآخر سنة الإصدار 1964. العملة دي مهمة جدا ومطلوبة جدا جدا جدا، من أندر العملات اللي موجودة ومطلوبة في مصر. هي عملة ال5 قروش اللي تم إصدارها سنة 1964. 5 قروش تم الإصدار سنة 1964، وبتحمل وجه النسر أهوت، وجه النسر، والوجه الآخر 5 قروش سنة 1964. النهاردة بتعمل من 15 ل 20 ألف جنيه، بس حسب حالتها. يعني لو الحالة فخدوش أو صدى أو الكلام ده، أو الكتابة مش ظاهرة، طبعا بيقل سعرها، لأن كل ما بتبقى العملة بجودة عالية وحالة ممتازة بتجيب فلوس. كل ما بتقل كل ما سعرها بينزل. يعني مش أي عملة بتجيب فلوس، كل حاجة ولها تمنها، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. تابعوني على التيك توك لايك ومتابعة واكسبلور محمد حكيم، وعلى اليوتيوب باسم القناة محمد حكيم بورسعيد، وبكرر اسم القناة محمد حكيم بورسعيد. تابعوا معانا كل جديد، واشكركم واشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.